السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيف عفا في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم هو عبارة على وصفة تاع لاباط تاع الرشتة. كما تعرفوا طبق الرشتة هنايا في العاصمة يستعملوه بزاف في المواسم، كما كاين هنايا موسم قريب لينا اللي هو المولود. انا حضرتها في المنزل باش تكون هكذاك ريحة، نحافظوا على ريحة الموسم هذاك باش نقدروا نستبنوا التقاليد تاعنا الجزائرية في الاحتفال بالمولود النبوي الشريف. في الفيديو تاع اليوم نوري لكم لاباط، وفي الفيديو القادم ان شاء الله نوري لكم كيفاش نطيبها وفيها لمسه خاصه ان شاء الله تنال اعجابكم. فوالا واش عندي هنايا، عندي سميد رطب وعندي الماء وعندي الملح في الكيلو تاع سميد ديري 20 غرام تاع ملح. هذه قاعده في كامل الوصفات تاع اللي فيها العجين. نخلطوا هنايا الملح مع السميد مليح، بعدها نبداو نضيفو في الماء بالعقل. هنايا كي تضيفي الماء ضيفيه غير بشويه باش لاباط تاعك ما تجيكش طريه. لاباط هذه لازم تجي يابسه، باسكو الا جاتك طريه كي تكوني تخدمي فيها، كي تكوني تفتحي فيها راهي رايحه تعبك بزاف. يعني شرط من شروط لاباط تاع الرشته لازم العجينه تاعك كي تليميها بالماء لازم تكون يابسه هكذايا. بعد ما دخلت فيها الماء مليح لايميها مليح مليح مليح، ومن بعد بداي عجنيها حوالي من بربع ساعة هكذاك. عجنيها مليح مليح حتى تولي عندك اون بات ليس. هنايا عجنيها مليح كيما نعجنوا لاباط تاع المسمن، يعني ما تقطعيش كي تكوني تعجني حتى تحصلي على لاباط ليس، ونخليوها ترتاح. طريقة تاع العجن تاعها سهلة بزاف. حنايا حتى نتحصلوا على اون بات ليس، شوفوا كيفاش راهي ليس. ومن بعد نغطيوها ونخليوها ترتاح نصف ساعة هكذاك باش تعطيك نتيجة مليحة. هنايا بعد ما ارتاحت نشكلوها كريات صغيرة ونرشوا لاطابل تاعنا بالفرينة ونفتحوها بهذا الشكل باش تسهل علينا العمليه. كي يكونوا صغار كي نفتحوهم ما راهيش رايحه تعذبك في الخدمه ديالها. انا راني رايحه نفتح العجينه في الماشينه هذه تاع البقلاوه اللي نعرفوها كامل. نفتحوها حتى للرقم ما قبل الاخير، وكل ما تفتحي رشي شويه فرينه في لاباط هكذايا باش ما تلصقلكش. وكما قلت لك العجينه تاعك الا عجنتيها طريه راهي رايحه تهبلك هنايا كي تكوني تفتحي فيها. الوغ عجنيها يابسه. هنايا سيي الاشرطه هادوما ما يكونوش طوال بزاف باش ما يغلبوكش. نفتحوها حتى الرقم ما قبل الاخير في الماشينه. انا الماشينه تاعي فيها حتى رقم 6، كاين بزاف انواع تاع ماشينات. المهم افتحيها في الرقم ما قبل الاخير هكذا حتى تحصلي على هادوما الشرائط اللي قلت لكم عليهم. نحيو الجهه اللي تكون خسرت لكم ولا مكرفسه، ومن بعد بودريو عليها لافارين وحطوها على شيفونه كيما هكذايا كيما راكم تشوفوا باش تنشف. خليوها تنشف حتى نص ساعه هكذاك. لازم هنايا لازم تنشف قبل، ماشي تيبس، تنشف. باسكو لو كان تيبس كي تجي تفتحيها في الماشينه في جهه الرشته راهي رايحه تكسر، ولو كان تخليها تفتحيها وهي طريه راهم رايحين هادوما الرشته هذه شعيرات تاعها راهي رايحه تعجن. الو خليها تنشف برك. شوفوا كيفاش راهي عندي هنايا راهي ناشفه. نفتحوها كامل. سيي كي تكوني تخدمي فيها كونوا بين زوج باش بين زوج عباد باش وحده تفتحها ووحده تفورها هكذايا، باسكو ما نقدروش نفوروها كامل الكميه على خطره. هنا بعد ما درت كميه صغيره راني رايحه نحطها في جفنه ونرش عليها الزيت، زيت عادي. والكسكاس تاعي تاني كنت مسحته بالزيت باش ما تلصقش فيه. حطيت الكسكاس تاعي فوق القدره راهي تسخن حتى تغلي حتى يطلع الفوار تاع الماء. رشته راني درت لها الزيت ونفتحها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هنايا. ان شاء الله الشرح تاعي يكون بسيط وتكونوا فهمتوا مليح. نحطوها فوق الكسكاس حتى تفور. ما راحش تاخد يا ربي 5 دقائق 6 دقائق فوق النار فوق الكسكاس
هكذايا. و مام طون هي راهي تفور وانتي حركيها كيما راني ندير انايا. ومن بعد مور ما تفور حطيها في الجفنه وزيدي عاودي فتحيها مليح. هنايا استعملي هاد الاداه اللي راني نفتح بها، راح تساعدك مليح باش تفرقي الشعيرات تاع الرشطه على بعضها. شوفوا كيفاش راهي ماهيش معجنه، راهي تبان مليحه. وهنايا ما كاش كيما الحاجه اللي نخدموها في الدار. على بالي شغل كيما يكونش عندك الوقت تقدري تشريها من برا، هذه يعني كامل نشروها من برا. بصح كي يكون موسم هكذايا مولود ولا هكذا حاجه نحتفلوا بها، ماذا بيا الوصفه تكوني خدمتيها في الدار. انا هنايا ما بقى لي غير نقول لكم جربوها ان شاء الله، باش نحتفلوا بها في المولود ان شاء الله. وراح نحط لكم كيفاش طيبتها. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. تهلاو في رواحتكم. الى عجبكم لا فيديو تاع اليوم بارطاجيوه مع لي زامي تاعكم، وسلام عليكم.